نحترم مجهودات بعضينا. ان انا قايمه لكم في الجو ده اعمل لكم فيديو عشان اقول لكم اخر اخبار النادي الاهلي، فكل يقول لي برافو يا خوخ اشطر كتكوته ان انا قمت وتحملت التلج عشان خاطر اعمل لكم فيديو ما احرمكوش من طلتي. قال يعني اللي انا بعمله ده حاجه مفيده للبلد. حاسسه نفسي ان انا شخصيه زياده عن اللزوم، ما اعرفش ليه. حبايب قلب خوخ سكه ودغري عشان انتوا عارفين ان انا على اخر. انا جايه اقول لكم اخبار بن شرقي ومحمد شوقي. وبن شرقي هيلعب مباراه غزل المحله اللي هي مقرر لها بعد بكره يوم الثلاث، ولا هيلعب مباراه الاسماعيلي؟ يعني هو جاهز لمباراه غزل المحله ولا جاهز لمباراه الاسماعيلي؟ هو فعلا اصابته كمان اتجددت. بصوا حبايب قلبي، دكتور احمد جاب الله طبيب طبعا فريق النادي الاهلي طلع وكذب الحاجات والاشاعات اللي طالعه على بن شرقي ان هو اتصاب اصابته اتجددت. قال لا اساس الكلام ده ملوش اصلا. بصوا سكه الكلام ده كله غلط. بس هنقعد نقضيها لغه عربيه. بن شرقي جاهز وجاهز لمباراه غزل المحله، جاهز فنيا لمباراه غزل المحله، ولكن مشاركته او دخوله القائمه او طلوعه بره القائمه ده في يد كولر. ولكن هو كطبيا خلاص هو جاهز الحمد لله، تعافى من الاصابه بشكل كامل. امام عاشور برضو جاهز لمباراه غزل المحله بشكل طبيعي جدا. اما وسام ابو علي لسه جاهز، هيبقى جاهز في مباراه الاسماعيلي اللي هي هتكون بعد مباراه النادي الاهلي بتاعت يوم الثلاث. الحد اللي بعده جاهز بقى وسام لمباراه الاسماعيلي. لكن الكوليكشن ده كله اهم حاجه جاهز لمباراه الزمالك. انا بجيب لكم الماتشات، يعني كل ماتش. ايه قصه بقى محمد شوقي؟ يعني هو محمد شوقي مسك مدير كره يعني كده خلاص؟ كابتن محمد رمضان باي باي نمبر 1 بتاعنا. بصوا حبايب قلبي، يقال ان محمد شوقي مسك نائب لمدير الكوره، وعلشان نكون متفقين خلاص كلنا نشيل من دماغنا فكره كابتن سيد عبد الحفيظ عشان احنا واخدينه القدوه الحقيقيه، واي حد هيجي بعده هنفضل ننتقده. ان احنا خلاص شايفين ان كابتن سيد عبد الحفيظ هو الاساس. ننزل سقف الطموحات ونتعامل مع الواقع ان كابتن محمد رمضان هو اللي ماسك مدير الكوره، ونائب مدير الكوره هو كابتن محمد شوقي لاعب النادي الاهلي السابق. حد هيجي يقول لي معلومه تافهه؟ لا، في ناس لسه بتتفرج على كوره، اجيال صغيره مثلا بيتفرجوا عليها فما يعرفوش ان كابتن محمد شوقي كان بيلعب في النادي الاهلي، لعب كوره في النادي الاهلي. ولكن وفقا لكلام ابراهيم فايق ان هو هيتم تقسيم الاعمال ما بين كابتن محمد رمضان ومحمد شوقي. يعني كابتن محمد رمضان هيهتم اكتر، هيكون متفرغ اكتر للسكواتنج والناشئين والتعاقدات والكلام ده كله. ولكن المنصب الاكبر في قصه مدير الكره واللي هيهتم بقى باللاعبين والغرامات والقصص دي كلها هو محمد شوقي. ده وفقا لكلام ابراهيم فايق. سواء طبعا محمد رمضان، محمد شوقي، اي حد، كل التوفيق والدعم لاي حد يكون موجود في المنصب ده، ولازم نقف جنبه وندعمه. ربنا يا رب يوفقهم جميعا ويجعلهم الاصلح لهذا المنصب. اكرم توفيق، في ناس بتقول ان نادي الشمال القطري تراجع عن صفقه اكرم توفيق. هذا الكلام لا اساس له من الصحه. نادي الشمال القطري نزل بيان وقال لك نحن متمسكون بصفقه اكرم توفيق، لان الصفقه دي واللاعب ده تحديدا جزء اساسي من خطه تطوير الفريق. هو اللاعب ده جزء اساسي من الخطه، هم اللي حاطين الخطه، واكرم توفيق اللي هيقول يلا. ربنا معاكم والف مبروك عليكم كرامه. كل التوفيق للنادي الاهلي حبايب قلبي. دي كانت اخر اخبار النادي الاهلي النهارده. كل الدعم للنادي الاهلي، كل الدعم الخوخه ان هي قامت عملت فيديو الجو ده.